من غير تعب ومن غير مجهود هتنضفي البوتاجاز بمكون واحد بس عندك في البيت. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واعملوا كلمه الكل عشان كل ما ننزل فيديو يوصل لكم اشعار بيه. تعالوا كده نسمي ونصلي على الرسول ونبتدي الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله، ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. روتين بقى النهارده، روتين مشجع، روتين محفز لكل ست بيت، للروتين لاستقبال العيد. هنستقبل العيد كده يعني واحنا مرتاحين نفسيا وحاجتنا نضيف. بس بقى زي ما انا قلت لكم كده، ما تنسوش اللايك. تعالوا كده بقى نسمي ونصلي على الرسول ونبتدي الفيديو ونشوف احنا هنعمل ايه النهارده. زي ما انتم شايفين كده البوتاجاز النهارده معفن، بمعنى كلمة معفن. انا هخليكي بقى بمكون واحد بس كده هتنضفي البوتاجاز دون في ثانية الا ثانية. طب ايه اللي يا دعاء وصل لمرحلة بوتاجازك كده واحنا عمره ما شفناه كده؟ هقول لكم حالتي النفسية تحت من الصفر يا بنات. حالتي النفسية تحت من الصفر يا بنات. والله العظيم البوتاجاز بجد حرفيا مش نظيف، بجد حرفيا انا بقالي اسبوع بطبخ عليه، ما بعملش اي حاجة، صلصة ولبن ومحشي وتحمير بطاطس، لما زي ما انتم شايفين كده البوتاجاز بقى منتن منتن منتن. انا هتكلم معاكم في موضوع النهارده خانقني ومضايقني وتعبانه نفسيا، فقلت اتكلم معاكم. بس قبل بقى ما نبتدي الفيديو ونشوف احنا الوصفه السحريه بتاعتنا ايه ومكون واحد بس هينضف لك البوتاجاز، ما تنسوش تدعوا لي بفك الكرب وربنا ييسر اموري، وادعوا لي يا بنات كده اللي انا الاقي شقه، عشان خلاص يعني إيه العد التنازلي والشهر خلاص هيخلص، وانا لسه ما لقيتش شقه، وانا بقى ببدا اعزل وكده رايحه في شقه تانية. ف يا رب كده يختار لي ولا تخيرني، وادعوا لي يا بنات بفك الكرب. بالله عليكم بالله عليكم، كل ام وكل اب وكل اخ وكل صديق بيتفرج عليا إيه يدعي لي في الكومنتات. بالله عليكم انا مش طالبه منكم حاجه غير انكم انتوا تدعوا لي في الكومنتات. زي ما انتوا شايفين بقى البوتاجاز انا بحكه والله العظيم بالمعلقه، بحكه بالمعلقه. انا رشيت الاول دون ازاله الدهون بتاع فريده، كويس حلو بردك إيه، بس ريحته الصراحه بتخنق قوي قوي. طب ايه المكون التاني يا دعاء اللي انت هتنضف البوتاجاز بيه؟ الكلوريكس الالوان والكلوريكس الابيض، هم دول اللي هيخلوا البوتاجاز معاكي فله شمعة منورة. بص بقى، وانسي اي دهون، وانسي اي حاجة في البوتاجاز، وانسي اي مزيل للدهون هتجيبيه من بره. لو انت كمان كان عندك كربوناتو او كان عندك بيكنج باودر وملح ليمون، كنت بقى هتعملي الخلطة اللي انا عاملاها دي و هتنضفي لك البوتاجاز بطريقه سهله وبطريقه بسيطه. شوفوا مجرد ما برش عليه البخاخه كمان بقى ينضف، اللهم بارك اللهم بارك، يعني بينضف بسهوله. هسيبه بقى كده شويه على ما اغسل اغسل العيون واغسل الشيل بتاع البوتاجاز. تعالوا بقى اقول لكم انا متاخره عليكم في تنزيل الفيديوهات ليه. انا تعبانه نفسيا ليه ومضغوطه ليه؟ والله العظيم والله العظيم يا بنات، إيه انا تعبانه نفسيا من التفكير ومن الضغوطات. التفكير والضغوطات، انا قلت لكم قبل كده ان انا ساكنه وهنقل من شقه لشقه، بس للاسف لسه ما لقيتش شقه اليومين دول. كنت قايله لكم اختاروا اروح اعيش في القاهره ولا لا. في ناس كتبت لي في الكومنتات وقالت لي يا دعاء القاهره حلوه روحي عيشي فيها، بس هتبقي بعيده عن اهلك وهتبقي بعيده عن ناسك. الفكره اللي انا راضيه اروح اعيش في القاهره، انا وابو محمد شويه، ابو محمد شويه وشويه لا. بس عندي محمد مش راضي خالص، امي بردك مش راضية خالص، وانا امي دي عندي يعني حاجة تانية، وهي اكتر واحدة هتفرق معايا جدا 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 وهتفرق مع عيالي. امي بتقولي لا انا ما اقدرش ان انا ما اشوفش العيال الحاجات دي كلها. بس بصوا عشان ما حدش يكتب لي في الكومنتات هو انت مالكيش في شقة، هو ده مش بيتك، هو ما انت ترجعي بيتك. بصوا يا جماعة، عشت بيت العيلة تاني مستحيل ان انا ارجع بيت العيلة تاني، لان والله العظيم انا بقالي اسبوع انا اعصابي وجعتني من قلت ارجعي بيت العيلة ارجعي بيت العيلة. انك انت ترجعي تعيشي في بيت العيلة ده مستحيل، ترجعي تعيشي في بيت تاني العيلة وش ووجع دماغ. واقول لكم على حاجة، انا واحدة ظلمت جامد 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 من بيت العيلة.
ومش مسامحة اي حد ظلمني، وخصيم اليوم الدين والكلام ده بقى هيزعل ابو محمد. بس انا والله العظيم بجد فاض بيا، بقالي 11 سنة مستحملة، بقالي 11 سنة في وجع قلب، بقالي في 11 سنة. بصوا بره زي جوه، المشكلة اللي احنا في نفس القرية، في نفس المنطقة، في نفس الشارع، في نفس اي حاجة. وبصوا في ناس كتير قوي يعني يعرفوني ويخصوني بيتفرجوا عليا وكده. كل اللي هيتفرج عليا وهيروح ينقل كلام وهيسمع كلمة ودون، انا مش مسامحة اي حد يقول عليا كلمة انا ما قلتهاش، مش مسامحة اي حد ظلمني، لان انا بجد حرفيا تعبت نفسيا. انا بجد والله العظيم بجد تعبت نفسيا جدا 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 فوق الوصف. اولادي تعبوا نفسيا، احنا حياتنا بتتدمر، حرفيا حياتنا بتتدمر، مش اللي احنا مش لاقيين شقة او اللي احنا بننقل من شقة لشقة. حياتنا بتتدمر من الناس اللي حوالينا، من الناس اللي بيدمروا في حياتنا وبيحطموا اعصابنا وهم مش عارفين. انا مش مسامحة اي حد ظلمني وجا عليا، هو خصيمي اليوم الدين. انا ليا شقة في بيت العيلة، انا تعبت فيها انا وجوزي، بنيناها طوبة طوبة، كان جوزي بيحوش معايا القرش وانا مخطوبة. كل 10 اشهر كل سنة بعمل له جمعية كنا نعمل بها حاجة. شقتي مش كبيرة، مساحتها كانت بالظبط 98 أو 69 متر أو 70 متر بالكتير، مش كبيرة. بس كنت انا وجوزي حلوين لحد ما فترة بسيطة خالص. بس المشاكل بقى انك انت كل يوم عايشة في مشاكل، وكل يوم عايشة في ضغوطات، ومراتك وامك وبرضك مش هقول لكم عشان ما بقاش انا الجاني ولا المجني عليه. لا، انا الله اعلم من الظالم من المظلوم، بس انا بقول لكم انا تعبت من فكرة ان حد يروح يعيش في بيت العيلة، والله العظيم. ومش كل الناس زي بعضها، في بيوت العيلة كويسة وبيعاملوا نسوان عيالهم بقمة الأدب وبقمة الاحترام، ومرات الابن بتعامل حماتها برضك بقمة الأدب وبقمة الاحترام. أنا مش هقول أنا غلطانة ولا غير غلطان، أنا هقول أي حد فينا غلطان وظلم التاني حسبنا الله ونعم الوكيل. ما أقدرش أقول غير أكتر من كده، لأن الظلم دون ظلمات يوم القيامة، لأن الظلم دون حاجة مش كويسة. إنك انت تدعي وتقولي حسبنا الله ونعم الوكيل فمن ظلمني، ده حاجة صعبة جدا 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 جدا. وانا دايما بقول يا رب انت خد لي حقي، يا رب. لا يعني بص يعني بدعو كل الدعاء اللي تتخيليه انا بدعيه. ربنا ان شاء الله باذن الله برضك هيختار لي ولا يخيرني. يعني ربنا كبير، ربنا بياخد حقي، وانا شفت والله العظيم حقي بيجيلي من ناس ظلمتني كده قدام عيني سنة عن سنة ويوم عن يوم. بس الفكرة بقى في ايه؟ في السكن. الفكرة اللي في السكن اللي انتي بتنقلي عزالك من مكان لمكان بيتبهدل، اولادك بتتنقل من مكان لمكان بيتبهدل. يعني انا عندي تلا وايمان ما يعرفوش فين بيتهم اساسا، هم بيتهم اللي هم بيقعدوا فيه، هما مش عارفين اساسا فين بيتهم. هما ده بيت ابوكم بيت جدكم، وده بيت جدكم ابوكم، وده بيت جدكم او ابوكم وخلاص. اما ما يعرفوش. اللي عرف معايا كل حاجة وعاصر معايا كل حاجة ومش ناسي معايا كل حاجة محمد. ومحمد ابني ده اكتر واحد نفسيته تعبت، واكتر واحد اتعقد، واكتر واحد شاف حاجات في حياته، واكتر واحد والله العظيم 3. هو فعلا ابني، انا صعبان عليا ابني، مش هقول لكم صعبان عليا البنات لان البنات صغيرة مش مدركة. انا صعبان عليا ابني وصعبان عليا نفسي. فليه انتوا ما تسيبوناش في حالنا؟ ليه ما تبعدوش عني؟ ليه انا بعدت عنكم وانتوا مش عايزين تبعدوا عني؟ بجد بجد حرفيا انا لو طلعت وهعمل فيديو كامل، هعمل فيديو كامل هعرفه فيه كل حاجة. انا تعبت، انا حرفيا انا تعبت. وانا من الناس اللي انا ما عنتش قادره اقعد اجادل قصادي ولا قاعده اقول يعني دي قالت وده عادت. الواحد زهق والواحد كبر. يعني انا كنت متجوزه وانا عندي 21 سنه، دلوقتي عندي 33 سنه، ما عدتش مستحمله ان انا حد يقعد يقول لي كلام وعيد في كلام، ونقعد نتكلم ونزيد ودي صح ودي غلط ودي. سيبونا نعيش حياتنا انا وجوزي واولادي وخلاص. واي حد بيقول لي يا جماعه روحي عيشي في بيت العيله، محدش يقدر يعيش في بيت العيله وهو مضغوط. الزعل بيموت، والاكتئاب بيموت، وممكن في ثانية الضغط يعلى على الواحد ضغطه يموته ويحصل لك حاجة. ده وليه؟ ده وليه؟
ليه كده؟ وليه برضك الحما ما بتعاملش مرات ابنها كما بتعامل بنتها؟ يعني بنتها تقول لها اقعدي لوحدك وملكيش دعوه بحماتك وما تعبريش حد وما تساليش على حد وعاوزاها شقتها وفي بيتها، وفي يوم من الايام تسيبي شقتك، وفي يوم من الايام تسمعي كلام حد وتسيبي بيت جوزك و. اما مرات الابن عادي، مرات الابن تسيبها شقتها، مرات الابن ما تفرقش معاها، مرات الابن تحرق دمها، مرات الابن مش عاوزاها تقعد لوحدها، مرات الابن ست قاسية، مرات الابن واحدة ظالمة واخدة ابنها منها. ده اشمعنى بنتك واخدة جوزها من امه برضك؟ انا بتكلم دلوقتي على كل الحموات مش حما واحدة. الحما اللي بتفرق بين الاخوات، والاب اللي بيفرق، ام واب بيفرقوا بين الاخوات، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. في اي ام واي اب يفرق بين الاخوات وياخد اللقمه من لقمه اخوه، من قوت اخوه، ويديها لابنه التاني او يديها لبنته، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ياكل اي حق واحد يديه للتاني. المعاملة سوا سوا. انت عندك 3 ولاد، عندك بنتين، عندك 6، عندك 5، عامله كله سوا سوا. بيبقى في فرق معزة، انا عارفة. بيبقى في واحد الاولاني اللي عينك شافته، اللي عينك شالته، اللي عينك اللي قلبك، الحاجات دي كلها اللي احنا بنسمع عنها. بس انت مجرد ما تيجي انت تتجوزي ابنها، ياه، ده انت ظالمه، ده انت خدت ابنها، ده انت. وبنتها ما تسمعش عنها اي حاجه غلط. بنتها ما تستحملش عليها الهوى. بنتها لا، تقعد في عيشه لوحدها، تقعد في شقه لوحدها، تقعد في ملك لوحده، ما تحرقش دمها، ما تقعدش ازاي مع عيله، الحاجات دي كلها. ده بنت زي ما انت مش عاوزة لبنتك السوء، ومش عاوزة لبنتك الضغوطات النفسية، وعاوزة لبنتك تعيش أحسن عيشة، وعاوزة بنتك تاكل أحسن أكل، وعاوزة بنتك تلبس أحسن لبس، وعاوزة بنتك تلبس أحسن ذهب، وعاوزة بنتك كل يوم جوزها يشتري لها عباية جديدة، وعاوزة بنتك تبقى عايشة أحسن واحدة في الدنيا. ارضي برضك لمرات ابنك. مرات ابنك مش ذنبها حاجة إن هي اتجوزت ابنك أو اتجوزت ابنك، مش ذنبها حاجة. هي بنت ناس برضك، بنت ناس بيشيلوا همها، بنت ناس ممكن الزعل يموت ابوها وامها، بنت ناس مهقورة على نفسها. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل في اي ام وفي اي اب وفي اي اخ يظلم اخوه. والله العظيم 3 يا بنات، والله العظيم الفيديو ده هيزعل ناس كتير، والفيديو ده والكلام ده هيزعل جوزي انا شخصيا، بس انا تعبت. انا تعبت. انا بقالي 11 سنه بدادي، بقالي 11 سنه بقول نعم وحاضر وطيب. انا مش ملاك، انتوا بتتفرجوا عليا من ورا الكاميرا. بس انا مش ملاك. انا مش هقول انا ملاك، بس الواحد بيبقى يفيض بيه. الواحد خلاص. إيه ابقى انا روح يا بنات. انتوا اخواتي في الله. يمكن انتوا اخواتي اللي انا ما شفتكوش. اي حد دلوقتي هيسمعني واي حد هيتفرج عليا، كل الناس دلوقتي بتقولي روحي عيشي في بيت العيلة. ابقى انا اروح اعيش في بيت العيلة تاني، ارجع تاني في مشاكل وفي وجع دماغ؟ برغم ذلك ان هم اساسا برضك انت قاعدة بره ومش سايبينك في حالك ومشاكل ووجع دماغ. اروح اعيش في بيت العيلة تاني يا بنات، ارجع تاني لوجع القلب تاني، عشان خاطر اللي انا الدنيا ضيقه عليا، عشان خاطر اللي انا مخنوقه اليومين دول؟ ولا اصبر واحتسب ربنا واقول يا رب اختار لي ولا تخير لي، ويا رب انت اختار لي الصالح؟ ولا اروح اخدها من قصيرها بقى ونعيشها في حرب ويا قتل يا مقتول؟ يعني اختاروا انتم. لو انتم مكاني وفي وجع دماغ، وترحموا بقى الناس كلها. فكرة ايه؟ ارحمي نفسك من 2000 جنيه ايجار بتدفعيهم، ارحمي نفسك من فكرة السكن، ارحمي نفسك عشان خاطر اولادك. محدش بيفكر في الجانب الاساسي، يعني الجانب اللي هو ايه بقى؟ ان الراحة النفسية، الضغوطات، القهرة، انك انت تعيشي مع ناس تهقرك، انك انت تعيشي مع ناس تموتك بالبطيء، ان انت تعيشي مع ناس اساسا ما انتش طايقه، والله حرفيا تعيشي معاهم. الحاجات دي كلها، يعني اروح اعيش مع مين؟ اروح اعيش مع مين؟ والله العظيم انا نفسي اعمل لكم فيديو كده واطلع فيه، والله هعمله.
هعمله، بس انا عشان بس اليومين دول بعبي العزال، عشان دول بلم العفش. ف والله هعمله، والله هعمل لكم فيديو كده هطلع اتكلم فيه، مش من ورا الكاميرا، من قدام الكاميرا كده، وهقول لكم على كل حاجه. لان خلاص انا فاض بيا، مش لاقيه حد اقول له انا فاض بيا، انا مش لاقي حد اقول له انا تعبت. انا امي روحي عيشي في بيت عيلة. نسواني اخواتي نفس الحكاية، اخواتي نفس الحكاية، اصدقائي واصحابي وجيراني، روحي عيشي في تاني، رجعي بيتك. رجعي بيتك بمعنى انك انت توفري 2000 جنيه، بمعنى او 3000 جنيه في الشهر، بمعنى اللي انت عزالك ما يتبهدلش، وولادك مش كل يوم من شقة لشقة، وترتاحي نفسيا. بس حد مني اللي قال لكم ان انا هرتاح نفسيا؟ مين اللي قال؟ مين اللي انا قايل مع الناس دي، مع الناس دي ارتاح نفسيا؟ يعني حد يقول لي كده؟ حد يقول لي يكون عايش في بيت في ضغوطات وفي وجع دماغ؟ ده جازات السكن اللي انا قاعده فيه الاولاني، اللي انا قعدت فيه الاولاني اللي هو قبل دون، عشان جارتي وجعت قلبي، وفي الطلعة وفي النازلة كانت بتلقح، وكانت بتغير وبتتخانق، وبتتخانق مع دبان وشها. قمت سايبه السكن ومشيت. قلت لجوزي لا، ده بقول لك قبل ما تشتري الدار دور على الجار. يعني في مثل عندنا في الفلاحين بيقول كده، قبل ما تشتري الدار دور على الجار. ف بالكوا بقى بني ادمين عايشين معاكم ال 24 ساعة في ال 24 ساعة. غير كده ان ابو محمد اساسا مش مش قاعد معايا، يعني بيجي يوم واحد بس في الاسبوع او يومين في الاسبوع. فادعوا لي كل اللي انا اقدر عليه عشان ما اطولش عليكم الفيديو. ادعوا لي، ادعوا لي ربنا يكرمني. انا يوم ما فتحت القناه دي كان امنيه حياتي اللي ربنا يكرمني من القناه، واحوش منها قرش، وقرش على قرش، قرش على قرش، يشتري شقه، يشتري بيت صغير على قد ان شاء الله بالني، ان شاء الله بالطين. دي كانت امنيه حياتي لما فتحت القناه، اقسمت بالله دي كانت امنيه حياتي، ان انا يبقى ليا بيت، يبقى ليا كيان، يبقى ليا مكان لوحدي. وان شاء الله ربنا يحقق احلامي، بس فضلا منكم ليس امرا مني. دعواتكم بفك الكرب، دعواتكم لربنا ييسر اموري. كل ام وكل اب وكل اخ بتفرج عليا لوجه الله، ادعي لاختك دعاء بفك الكرب، ادعوا لاختك دعاء بفك الكرب. وما تنسوش بالله عليكم تساعدوني وتقفوا جنبي وتدعموني. انا بقى في الفترة دي محتاجة دعمكم ومحتاجة وقفكم جنبي. احنا اخوات، ومش عيب ولا حرام اللي انا اقول لكم ساعدوني، وقفوا جنبي وادعموني. ادعموني بلايكاتكم، بكومنتاتكم، بدعواتكم، بوقفتكم جنبي. اشوفكم باذن الله في الفيديو الجاي على خير، في رعاية الله، مع السلامة.